ليه هي بتختفي فجأة بعد ما كانت مهتمة؟ كانت بترد بسرعة وبتبعت فويس وتسأل عليك وتضحك على هزارك، وفجأة سين، تأخير واختفاء كأنك كنت موسم عادي. خليني أقول لك الموضوع من منظور الريد بيل، وبشكل واقعي مش خيالي. أول حاجة لازم تفهمها إن الإعجاب عند البنت مش خط مستقيم، مش زرار أون يفضل شغال، هو موجة بيعلى وينزل. وفي الأول دايما بيبقى في حاجة اسمها الفضول. هي مش معجبة بيك انت كشخص بنسبة 100%، هي معجبة بالإحساس الجديد، إحساس إن في حد مختلف، واثق وغامض، مش متاح قوي يعني. أول ما الإحساس ده يختفي اهتمامها يبدأ يبرد ويهدى. ساعات انت من غير ما تحس بتكسر الغموض بسرعة، تبقى عايز تطمنها، تبعت كتير وتسأل كتير وتوضح نيتك بدري قوي وتبرر، وتقوم هي تحس ان اللعبة خلصت ومفيش تحدي ومفيش توتر جذاب. فالعقل اللاواعي عندها يقول خلاص فهمته، وساعتها قيمة الراجل في نظرها تقل، مش عشان انت وحش، لكن عشان بقيت متاح بزيادة. في حاجة تانية محدش بيحب يعترف بيها، المنافسة. البنات دايما عندها اختيارات اكتر من الرجالة. ممكن تكون كانت مهتمة فعلا، لكن دخل حد تاني الصورة، يعني هي فتحت الباب، حد ظهر بشكل اقوى او في توقيت احسن. مش معنى كده انه احسن منك، بس يمكن قدم احساس قوي، يعني ان هو بالنسبة لها احساس جديد، والاحساس بتاعه كان اقوى من احساسك انت في اللحظة دي. والانثى بطبيعتها بتميل للاقوى احساسا في اللحظة، مش للاكثر استحقاقا. وفي نوع تالت من الاختفاء اسمه اختبار القيمة. هي تبعد وتشوف رد فعلك، هتجري وراها، هتضغط، هتزعل وتعاتب، ولا هتكمل حياتك عادي. هنا بيتقاس وزنك. لو اتوترت بقيت تبعت كتير وتسأل مالك ده عملتلك ايه، انت كده بعت رسالة انك محتاجها اكتر ما هي محتاجاك. معادلة الجذب بتنعكس عليها هي، يعني بدل ما هي كانت منجذبة لك انت، بقيت انت اللي منجذب لها. بس خليني اقول لك حاجة مهمة، مش كل اختفاء لعبة. ساعات البنت بتختفي عشان هي نفسها مش مستقرة، عندها تردد وعندها خوف ومشاعر، يعني التقلبات عندها دايما شغالة والعواطف. فما تفتكرش يعني ان هي بتمشي على خط مستقيم زيك او مستقرة. وممكن يعني مش بعيد ان هي داخلة تتسلى مش اكتر، يمكن كانت مستمتعة بالاهتمام مش بيك انت تحديدا. ودي حقيقة صعبة بس لازم تتقال. الريد بيل اللي بيقولك ركز في الافعال مش في الكلام. اللي هي مهتمة بجد هتلاقي طريقة، يعني ت- هتعرف ان هي فعلا مهتمة حتى لو مشغولة، وحتى لو فعلا مضغوطة. الاهتمام الحقيقي بيبان، اما الاختفاء المفاجئ بعد حماس عالي ده غالبا كان اندفاع لحظي وانتهى. المشكلة انك بتربط قيمتك انت برد فعلها، تختفي فتقول انا قصرت، انا مش كفاية. لا، قيمتك مش متعلقة بمزاج حد، انت كنت تمام قبلها وهتفضل تمام بعدها. خليني اقول لك حاجة كمان بوضوح، الجاذبية عند الستات او البنات عامة مرتبطة بالاحساس بالقوة والاستقلال. اول ما تبان انك معتمد عليها نفسيا او مستني رسالتها عشان يومك يظبط، بتفقد نقطة مهمة جدا، هي نقطة الرجولة، وحتة انك حياتك مليانة. هي عايزة فعلا راجل حياته مليانة، مش انك انت تشوفها هي كل حاجة. عايزها فعلا تبقى اضافة مش محور، ما تحاولش تخليها هي ان الدنيا كلها. واوقات كتير جدا الاختفاء بيبقى رد فعل على انك بقيت متوقع كل يوم نفس الاسلوب وفي نفس الوقت ونفس الحماس ونفس الروتين. مفيش مفاجأة ومفيش عمق، العلاقة لسه في الاول، ولو الحماس اتحرق بدري خلاص. يعني عايز اقول لك لو انت انكشفت بالكامل خلاص، لكن لو انت لسه غامض الفضول بيفضل شغال والرغبة عندها بتفضل شغالة. طيب تعمل ايه لما هي تختفي؟ ولا حاجة. ايوه زي ما سمعت، ولا حاجة. ما تطردش وما تعاتبهاش وما تسألش عليها ولا تقول لها انت بتعملي ليه كده ليه ومالك وايه السبب. سيب المساحة تتكلم. لو رجعت ترجع على ارض محايدة مش ارض احتياج. لو هي رجعت هترجع على ارض محايدة، لكن لو ما رجعتش تبقى ما كانتش ليك من البداية. اكبر غلطة انك تحاول تسترجع اهتمام حد،
الاهتمام بيتبني من حضورك ومن شخصيتك، من انك تبقى مركز في حياتك مش من محاولات انقاذ. خليني اقول لك الخلاصة يعني عندنا بالبلد كده، اللي عايزاك هتوصل لك، لان الاهتمام مش بيطلب. واللي بتختفي فجأة بعد ما كانت مولع حماس، يا اما كانت بتجرب، يا اما لقت حد اقوى، يا اما فقدت الاحساس. وفي 3 حالات يعني اللي انا كلمتك فيهم، مطاردتها مش هترجع لك الهيبة. خليك فاكر دايما الجاذبية مش انك تتمسك، الجاذبية انك تقدر تمشي. والراجل اللي يعرف يمشي في هدوء هو اكتر واحد بيرجعوله.